فرق كبير جدا بين واحد قرر انه يسرق بنك وواحد قرر انه يعمل تحفة فنية. بس التحفة دي جريمة، لان الراجل اللي هحكي لكم عنه النهاردة ما كانش داخل البنك وهو بيقول هات الفلوس بسرعة ويطلع يجري. الراجل ده قعد سنتين بيفكر في كل حركة، كل شخص هيقف فين، الشرطة هتتصرف ازاي، وحتى المشاعر اللي المفروض الشرطة كانت تحس بيها وقت ما كان بيسرق. يعني الراجل ما خططش لنفسه بس، ده خطط للشرطة كمان، والشرطة ما كانتش عارفة انها مشتركة معاه في الخطة. والغريب ان الشخص اللي عمل كل ده ما كانش مجرم محترف، ده كان فنان بيحب الفلسفة وبيسمع موزارت وهو بيرسم. يعني باختصار لو بابلو بيكاسو قرر في يوم يبطل رسم ويدخل مجال سرقة البنوك كان هيبقى الراجل ده. اللي حصل يوم تنفيذ الخطة خلى العالم كله يقعد بالساعات قدام التلفزيون، لدرجة انهم سموا العملية دي سرقة القرن. بس قبل ما نعرف هو عمل ايه لازم نرجع شوية، لان دماغ صاحبنا دي متكلفة على الاخر. بين ان انا اقتل النيابه منهم 20 سنه، من الواضح الملموس ورا كل روايه في راوي بيحكيها. بطل قصتنا اسمه فرناندو، وفرناندو ما اتولدش في فقر ولا كان محتاج يسرق عشان ياكل، بالعكس هو نفسه حكى انه اتولد في اسره مرتاحه ماديا في شمال بوينس ايرس، والمدرسين كانوا شايفينه طالب نموذجي، وابوه كان شخص مهني ومحترم، وعيلته ما كانش فيها مجرم واحد ولا اصحابه كانوا عصابه. يعني كل الظروف كانت بتقول ان فرناندو لما يكبر هيطلع مهندس، محاسب، فنان، اي حاجه محترمه. وهو فعلا درس هندسه الكترونيه فتره، وبعد كده بقى فنان تشكيلي، وبعدها بقى مدرس كاراتيه وجوجيتسو، وكان مهتم بالفلسفة والتأمل والفلك والشطرنج. راجل عنده اهتمامات كتيرة جدا، بس للأسف كان فيه هواية صغيرة كده في وسطهم، السرقة. والأغرب إن البداية كان وهو عنده 5 سنين بس. فرناندو حكى إنه هو في الحضانة كان وقت الفسحة يروح ياخد شوية فلوس من شنطة المدرسة وينزل يشتري بيهم حلويات ويوزعهم على زمايله الفقراء. يعني حتى وهو عنده 5 سنين كان عامل نفسه روبن هود، بس روبن هود بيسرق المدرسة ويجيب للعيال مصاصات. والحوار اتكرر كذا مرة لحد ما المدرسة جمعت الفصل كله وقالت في حد هنا بيسرقني. وفرناندو نفسه بكل براءة سألها مين الحرامي يا مس؟ فالمدرسة بصت له وقالت له مش عارفة يا فرناندو، بس أكيد مش انت يا حبيبي. وده شيء عجيب جدا، لان بعد سنين طويله نفس الميزه دي هتبقى واحده من اقوى مميزات فرناندو. محدش بيشك فيه خالص، شكله وعيلته وتعليمه، طريقته في الكلام، كل حاجه كانت بتقول ان الراجل ده اخر واحد ممكن يسرق بنك، وده تقريبا افضل قناع ممكن حرامي يلبسه. كبر فرناندو وحياته اخذت اتجاه غريب شويه، فن وفنون قتاليه وفلسفه شرقيه، مش الشرقيه بتاعتنا لا، ده شرق اوروبا. وفي فتره من حياته بقى عنده هوس بموضوع سرقات البنوك، كان بيتفرج على افلام وثائقيات عن السرقات وبيقرا عن عمليات حصلت قبل كده، مش بس عشان يعرف الناس عملت ايه صح، الاهم بالنسبه له كانوا عملوا ايه غلط. لان الفكره اللي بدات تكبر في دماغه، هل ممكن اعمل سرقه بنك مثاليه من غير ما حد يتاذي ولا ضرب نار ولا حد يموت، ومن غير ما الشرطه تعرف تمسكه؟ هو نفسه بعدين وصف العمليه انها بالنسبه له كانت حاجه فلسفيه وفنيه اكتر من كونها مجرد سرقه. في يوم فرناندو كان قاعد قدام محلل نفسي وبيتكلم عن رغبته في سرقه بنك، مش اللي هو انا محتاج فلوس، لا، هو كان شايف الفكرة كأنه فنان بيخطط للوحته الجديدة، وقال له ان هو بيفكر فيها كسيناريو وادوار، وكل شخص لازم يأدي دوره صح. يعني معظم الناس لما بتروح للدكتور بتقول انا متوتر، انا مش بنام، فرناندو دخله بيقول له انا زي الفل يا باشا، بس عندي مشروع صغير قد كده اهو، اني اسرق بنك. سنة 2004 الفكرة بدأت تتحول من خيال لخطة. فرناندو اختار بنك اسمه ريو في منطقة اسمها اكاسوسو، مشي معاه الاسامي، والاختيار ما كانش عشوائي، لان منطقة سوسو كانت غنية جدا، والبنك نفسه كان فيه مئات من خزن الامانات الخاصه بالعملاء. يعني لو وصلت للخزن دي انت مش بتسرق درج كاشير، انت حرفيا قدام ثروات ناس. بس كان قدامه مشكله بسيطه جدا، البنوك عندها عاده سخيفه انها بتحاول تمنع الناس من سرقتها، في انذارات وكاميرات وابواب مصفحه وحراسة، ولو دخل البنك بالليل أنظمة الإنذار كلها هتشتغل، ولو دخل بالنهار البنك مليان ناس. ففرناندو بدأ يفكر بطريقة مختلفة. كل سرقات البنوك بتبقى بطريقة من الاتنين، يا إما يقتحموا البنك بالنهار ويحجزوا رهاين وياخدوا اللي يقدروا عليه ويمشوا بسرعة قبل ما الشرطة تيجي، يا إما يسرقوا البنك بالليل سواء عن طريق حفر أنفاق أو أي حاجة تانية، وزي ما دخلوا زي ما خرجوا. صاحبنا بقى فكر بره الصندوق خالص، فكرته كانت محتاجة حد فاهم هندسة وميكانيكا كويس، وهنا فرناندو افتكر صاحبه القديم سبستيان جارسيا. سبستيان كان راجل بيحب يفك ويركب ويصلح محركات، من النوع اللي لو اديته مروحه بايظه يرجعها لك هليكوبتر. ففرناندو قال له على الفكره. سبستيان في البدايه افتكره بيهزر معاه، وده كان رد فعل منطقي جدا، بس فرناندو كان باين عليه ان هو مخطط كويس وانه بيتكلم جد، وقال له انه محتاج مهاراته الفنيه، بس في شرط اساسي، مفيش اسلحه حقيقيه ومفيش عنف. وساعتها سبستيان وافق، ومن اللحظه دي بقى عند فرناندو اهم قطعه في المشروع، المهندس. فرناندو اكتشف ان تحت منطقه سوسو
فرناندو في شبكة ضخمة لتصريف مية الأمطار، ومن هنا بدأت تتكون الفكرة. لو قدروا يقربوا للبنك عن طريق شبكة التصريف دي بقى عندهم طريق البنك نفسه مش شايفه. بس العملية ما كانتش نحفر حفرة وخلاص، كان لازم يتعمل نفق يتحدد مكانه بدقة ويكون متوجه بالظبط ناحية خزنة البنك. كمل معايا للآخر عشان الخطة مش زي ما انت متخيل خالص. سبستيان قضى شهور بين الأنفاق والمية والطين بيشتغل في الموضوع، ومراته لاحظت انه بيختفي بالليل كتير لكنها ما سألتوش لأنها افتكرت انه بيخونها مع واحدة تانية. وده الموقف الوحيد اللي جملة لا يا حبيبتي والله انا مش بخونك، ده انا بحفر نفق عشان اسرق بنك هتبقى اهون بكتير من انه بيخونها. النفق في النهاية وصل من شبكة تصريف المية لمنطقة قريبة جدا من خزنة البنك، فدلوقتي بقى عندهم طريق للهروب، وحط تحت الهروب دي خط. بس ظهر سؤال جديد، لو سرقوا كمية كبيرة من الفلوس والمجوهرات هيشيلوها ازاي جوه شبكة التصريف؟ اكيد الفلوس تقيلة جدا والمية منخفضة وهتعيق حركتهم، فعملوا سد يرفع مستوى المية وجهزوا مراكب مطاطية صغيرة يشيلوا عليها المسروقات. الموضوع بدأ بسرقة بنك، مرة واحدة بقى عندنا نفق وسد ومراكب، والموضوع لسه هيكبر اكتر من كده بكتير. طيب وصلنا تحت البنك، هنفتح الخزن ازاي؟ سبستيان احتاج يفهم شكل الخزن بالظبط، ففرناندو راح فرع تاني من نفس البنك واجر خزنه بشكل طبيعي جدا، وبعدها اشتروا خزن تانية شبهها بالظبط عشان يتدربوا عليها. وسبستيان صمم اداه هيدروليكيه مخصوص عشان تفتح الخزن بسرعه من غير متفجرات، سموها باور كانون او المدفع. طيب احنا تقريبا قلنا كل حاجه، طريق الخروج عن طريق النفق، وطريقه لنقل الفلوس، وطريقه لفتح الخزن. اتبقى طريق الدخول، هيدخلوا ازاي؟ هيدخلوا عادي جدا من باب البنك في عز النهار، وهي دي عبقرية الخطة، انهم يدخلوا البنك في عز النهار ويخرجوا من النفق ولا من شاف ولا من دري. بس كان عندهم مشكلة، الوقت، محتاجين وقت طويل عشان يفتحوا الخزن دي كلها، والكلام ده في عز النهار، فمين هيديهم الوقت ده؟ الإجابة كانت الشرطة نفسها. خطة فرناندو كانت إن العصابة تعمل عملية سرقة عادية جدا، يدخلوا البنك يسيطروا على المكان ويحتجزوا الموجودين، فطبيعي الشرطة هتيجي وتحاصر البنك. ساعتها الشرطة هتفتكر إن إحنا خلاص حاصرنا الحرامية، مالهمش أي مكان يخرجوا منه، كل المخارج عندنا، يبقى الوقت في صالحنا. وده بالظبط اللي فرناندو كان عاوز الشرطة تفكر فيه. كان محتاج الشرطة تستنى، محتاجهم يتفاوضوا، محتاجهم يحسوا إنهم مسيطرين. كل دقيقة الشرطة بتستنى فيها بره الفريق اللي تحت بيشتغل. وفرناندو قال لمجموعته كلها ان هم لازم يبانوا متوترين، كأن العملية باظت منهم، يعني حتى الغباء كان جزء من التمثيل. اتصرفوا كأننا مش عارفين احنا بنعمل ايه، ودي في حد ذاتها محتاجة ممثلين شاطرين. فرناندو اختار فريق عنده خبرة حقيقية في السرقة، اختار واحد اسمه ألبرتو وواحد اسمه الدكتور، وده اللي هيشرف على الخطة ومحدش يعرف شكله. وجي اهم شخص في الجزء اللي هيحصل فوق الخزنة في البنك نفسه، واحد اسمه لويس ماريو. لويس كان عنده خبرة وشخصيته مختلفة، كان لابق وبيعرف يتكلم وعنده حضور، وده مهم جدا لان فرناندو كان محتاج شخص يقعد يتفاوض بالساعات مع الشرطة ويخليهم يصدقوا ان اللي بيحصل ده حقيقي. ولويس كمان ساهم بفلوس في تجهيز العملية، يعني الراجل دخل مستثمر كمان. المهم ان كل واحد بقى له دور، واحد للمفاوضات وناس للرهاين وناس للخزن، والمهندس كان تحت الارض، وسواق مستني بعيد بعربية الهروب، وكل واحد كان عارف هيعمل ايه بالظبط. وكل ده اتجهز على مدار سنتين لحد ما جه اليوم، يوم 13 يناير 2006، واللي كان موافق يوم جمعة، والساعة كانت حوالي 12 الظهر. البنك كان شغال بشكل طبيعي، عملاء داخلين وموظفين شغالين، ويوم عادي جدا. وفجأة دخلت العصابة معاهم مسدسات، بس طبعا المسدسات دي كانت لعبة، وده كان جزء أساسي من فلسفة فرناندو. مفيش سلاح حقيقي جوه البنك، لأن وجود سلاح حقيقي معناه إن أي غلطة ممكن تحول السرقة لمجزرة. المهم إن الفريق كله دخل، وكلهم كانوا متنكرين، باروكة شقرة طويلة وكاب ونضارة وماسك، لدرجة إن في واحد من العصابة اسمه بيتو ما تعرفش على فرناندو ورفع عليه المسدس، فاضطر يقول له يا ابني انا فرناندو. واضح ان هو كان عنده بعد نظر في قصه المسدسات اللعب. اول ما دخلوا البنك واحد من الموظفين ضغط على زرار الانذار، وفي وقت قصير جدا المنطقه بدات تتملي بالشرطه. مئات من رجال الشرطه حاصروا المكان، وكان في قناصه وقوات خاصه واعلام وكاميرات تلفزيون، والارجنتين كلها بدات تتابع اللي بيحصل. جوه البنك كان في 23 رهينه، وبره البنك الشرطه كانت مقتنعه ان العصابه متحاصره، وعشان يقنعوهم اكتر ان هم اتفاجئوا بوجود الشرطه، واحد من العصابه كان واخد رهينه وعامل نفسه كانه بيهرب من البنك، وبعدين يا عيني شاف الشرطه فاتصدم، فخد الرهينه ودخل يجري على البنك تاني على طول. وبعد كده جه وقت اهم ممثل في القصه، لويس. كان لابس بدله رمادي وشنب مزيف، وبدا يتفاوض مع الشرطه باسم مستعار والتر، وكان بيتكلم بمنتهى الهدوء، وادى احساس للشرطه ان الموضوع ممكن ينتهي باستسلامهم. والشرطه من ناحيتها كان عندها سبب قوي جدا انها ما تتهورش، لان الارجنتين كان لسه في ذاكرتها حادثه سرقه بنك حصلت قبلها بكام سنه وانتهت بشكل
بشكل صعب ومات فيها رهاين كتير، وكله لام الشرطة، فما كانوش عاوزين يكرروا ده. وكل ما الوقت كان بيعدي الشرطة كانت تقول كويس طالما الناس لسه بخير، والعصابة تقول ايوه استنوا براحتكم على الاخر، لان تحت رجليهم على طول كان في عملية تانية خالص شغالة. في قبو البنك كان سبستيان مستني عند نهاية النفق اللي هم حفروه، كان فاصل بينه وبين البنك جزء صغير جدا من الحيطة، ومن جوه البنك فتحوا الحتة الصغيرة دي، وسبستيان دخل وركب الجهاز اللي كان مصممه وبدأ يفتح الخزن واحدة ورا واحدة. وفي الوقت اللي لويس فوق بيقول للشرطة خلينا نتفاهم يا جماعة، الناس اللي تحت شغالة بنظام، افتح فضي شوف اللي بعده. وفرناندو كان محدد وقت للشغل ومفيش طمع زيادة، لان اخطر حاجة في عملية زي دي انك تنسى نفسك. المهم انه في النهاية قدروا يفتحوا حوالي 143 خزنة امانات، فلوس ومجوهرات وتحف، والشنط بدأت تتملي على اخرها. وفوق كان في حفلة لويس كان لسه بيعيش عليهم، وطلع لهم كام رهين عشان يقول لهم شوفوا احنا ناس كويسين اهو. والشرطة بدأت تقول المفاوضات بدأت تجيب نتيجة اهو، لازم نبقى هاديين معاهم عشان ما يعملوش مصيبة. والعصابة جوه كانت عايشة حرفيا، ولويس ده كان دماغ. اكتشف ان واحدة من الموجودين عيد ميلادها النهاردة، فجمع العصابة وغنى لها هابي بيرث داي. يعني تخيل انك رهينة في بنك بيتسرق وبره في مئات الشرطة، والراجل اللي خاطفك واقف بمسدس وبيقول لك كل سنة وانت طيبة يا مدام. انزل يا جميل في الساحة واتمخطر كده بالراحة. وبعدين طلبوا من الشرطة بيتزا لكل المعازيم، وطبعا الشرطة شايفة كل ده وبتقول واضح ان العصابة بدأت تهدى. لا يا حبيبي دول بيطلبوا اكل للطريق. لما فرناندو حس ان الوقت خلص ادى الاشارة، شالوا الجهاز اللي كانوا بيفكوا بيه الخزن والفلوس اتحطت في الشنط، وقبل ما يمشوا حاولوا يمسحوا اكبر قدر ممكن من البصمات، واستخدموا مواد تنظيف، وعملوا حركة في منتهى الذكاء. كانوا جايبين شعر من محل حلاقة ورموه في البنك كله، عشان لو الشرطة لقت شعرة منهم تدخل في متاهة دي ان ايه ملهاش علاقة بيهم خالص. وحطوا مكان النفق حاجات شبه المتفجرات عشان اي حد يكتشف المكان يتردد قبل ما يدخل. وبعدين واحد ورا التاني دخلوا فتحة النفق. دلوقتي الفلوس والعصابة بقت تحت الارض، وحطوا الشنط في المراكب، وكان المفروض ان موتور المركب يسحبهم في شبكة التصريف. بس هنا حصلت حاجة جميلة جدا، بعد شهور من الهندسة والحسابات والخطط والتدريب الموتور ما اشتغلش. وده تقريبا قانون الحياة، ممكن تخطط لأعظم عملية في التاريخ بس تطلع حاجة تافهة قد كده اهو تجننك. بس فرناندو كان عامل حساب المشكلة دي، طلعوا المجاديف وبدأوا يتحركوا يدويا داخل النفق لحد ما وصلوا لنقطة الخروج اللي بعيدة جدا عن البنك. وفوق النقطة دي كان في عربية مستنياهم، رفعوا الشنط وطلعوا واحد ورا التاني وركبوا ومشيوا. وفي نفس الوقت ده الشرطة كانت لسه محاصرة البنك ومقتنعة انهم جوه. الساعة 7 مساء الاتصال بالعصابة اتقطع، والساعات عمالة تعدي. ففي الاخر القوات الخاصة خدت القرار، هندخل البنك. ودخلوا البنك شايلين اسلحتهم ومستعدين انهم يواجهوا العصابة. فتشوا الدور الاول مفيش حرامية، الدور التاني مفيش برضه حرامية، لقوا الرهاين وكانوا كلهم بخير. طب فين العصابة؟ مفيش. وده كان مستحيل، البنك متحاصر من كل ناحية، كل باب كان عليه شرطة والشبابيك متراقبة. طب راحوا فين؟ بدأوا يفتشوا تحت، وهنا اكتشفوا ان اغلب الخزن كانت مفتوحة، اكتر من 140 خزنة. ولقوا المسدسات اللي العصابة كانت سايباها، وطبعا اكتشفوا انها مسدسات لعبة. ولقوا رسالة مكتوبة بالاسباني معناها تقريبا في حي الاغنياء بلا سلاح ولا ضغينة، انها مجرد اموال وليست حبا. وحبا معناها ان مفيش مشاعر ضغينه، يعني الموضوع مش شخصي. وساعتها بس الشرطه بداوا يفهموا اللي حصل. السرقه اللي كانوا بيتفاوضوا عليها لمده ساعات ما كانتش هي السرقه اصلا، كانت العرض اللي فوق المسرح. اما السرقه الحقيقيه فكانت بتحصل تحت. تقديرات المسروقات كانت بتوصل بين 18 ل 19 مليون دولار بين فلوس ومجوهرات ومقتنيات. والشرطه لقت نفسها قدام مشكله كبيره جدا، مفيش عصابه ومفيش سلاح حقيقي، مفيش خط واضح يوصلهم للناس اللي عملت كده. وفوق ده كله القصه بقت حديث الارجنتين كلها. ناس كتير شايفين اللي حصل جريمة طبعا، وفي ناس تانية كانت مبهورة بذكاء التنفيذ. وفرناندو عمل اللي كان نفسه فيه من البداية، ما كانش عاوز يعمل مجرد سرقة، كان عاوز يعمل حاجة الناس تفضل تحكي عنها طول الوقت. وفعلا كان قرب جدا من انه يعمل الجريمة المثالية، لكن في تفصيلة صغيرة جدا فرناندو نسي يحطها في الخطة. هو حسب حساب للشرطة، وحسب حساب للإنذارات، وحسب حساب للخزن والمية والمركب والنفق والبصمات، وحساب طريق الهروب. بس نسي يعمل حساب حاجة أخطر من كل دول. مرات واحد من أفراد العصابة وهي متعصبة، واحد من أفراد العصابة واللي كان اسمه بيتو، وده اللي كان رفع المسدس بالغلط على فرناندو، رجع بعد السرقة ومعاه نصيبه. ومراته إليسيا عرفت بالموضوع، كان مخبي الفلوس وواثق فيها وقايل لها على مكانها. وفي مرة عرف إنها اشترت حاجات غالية بالفلوس دي، فتعصب عليها جدا وقال لها احنا كده ممكن نتكشف. وكان معاه حق بصراحة، لأن لو كان أي حد من الجيران لاحظ إنهم بدأوا يجيبوا حاجات جديدة وغالية كان ممكن يبلغ عنهم. السرقة لسه ما هديتش والناس كلها بتتكلم عنها، فخد الفلوس كلها وراح خباها في مكان بعيد.
فالمدام بتاعته افتكرت ان هو بيخونها ورايح يصرف الفلوس على واحده تانية، وهو كان على الله حكايته خالص، ولا له في بنات ولا نيله. فهي زي ما تقول كده هرموناتها كانت في البيك وقتها، وهو اول ما خرج من البيت من هنا قامت هي راحت على الشرطه على طول وبلغت عنه، حكت لهم كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. الراجل الاهبل كان حكي لها على كل حاجه في الخطه ومين الناس اللي كانوا معاه في العصابه. يا حبيبي مش دي اللي تحكي لها، المهم انها راحت بلغت الشرطه وقالت لهم عن كل افراد العصابه، ودي كانت اول فتله مش خيط، فتله حقيقيه تمسكها الشرطه، يعني مش كاميرات مراقبه ولا بصمه ولا DNA، خناقه زوجيه. بعد حوالي 5 أسابيع من السرقه الشرطه جابت بيتو من بيته، ومن هنا الخيط بدا يتفك، الاسامي بدات تظهر واحد ورا التاني، وافراد المجموعه كلها اتعرفوا واتقبض عليهم. والغريب ان الشرطه لما قبضت عليهم ما قدرتش ترجع غير جزء صغير جدا من اللي اتسرق، والجزء الاكبر من الفلوس والمجوهرات لحد دلوقتي مصيره مش واضح، واتحكم على كل واحد فيهم حكم مختلف. في الاول كان من 9 سنين لحد 21 سنه، لكن في الاستئناف وبحجه ان المسدسات اللي معاهم كانت لعبه الاحكام خفت جدا وبقت من 3 سنين لحد 5 سنين بس. وفرناندو بعد كل ده رجع للفن والكتابه تاني، والقصه اتعملت افلام ووثائقيات كتير، وفي سنه 2020 اتعمل فيلم الروبو ديليسييجو. شايف اللغات يا ابني؟ والشخص اللي شارك في كتابه الفيلم كان فرناندو نفسه، يعني الراجل عمل السرقه كانه بيصور فيلم، وبعدها بكام سنه عملوا منها فيلم فعلا. طبعا يمكن الطريقه اللي انا حكيت بيها القصه ما بينتش ان في جريمه، وان دول في الاول وفي الاخر عصابه وحراميه، وان ناس كتيره فعلا كانت حاطه كل اللي حيلتها في الخزن دي، واكيد في بيوت اتهدت وناس اتشردت بسبب اللي حصل. لكن رغم كل ده القصه دي غريبه فعلا. فرناندو كان راجل عنده حياه طبيعيه، تعليم وفلوس وفن ورياضه، كان عنده كل حاجه، ومع ذلك قرر انه يهد بيوت ويدمر حياه ناس لمجرد ان هو يعمل سرقه البنك المثاليه اللي في دماغه. فانا ما بشجعش ده، اللهم بلغت اللهم فاشهد. وبس كده، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم واشوفكم الفيديوهات الجايه. سلام.